طبعا امبارح كانت مباريات السوبر، نصف نهائي السوبر، وبعد المباريات على طول كان في جدل كبير جدا على ان سيراميكا كليوباترا كان يستحق ضربة جزاء. بعض من رموز نادي الزمالك وبعض من رموز نادي الاهلي والاعلاميين استغلوا وجود الكابتن وجيه احمد الحكم الدولي وسالوه على اللعبه دي هل يستحق سيراميكا كليوباترا ضربة جزاء ولا لا، خاصة اللي الكورة لمست ايد اللاعب ياسين مرعي ولمست ايد كوكا واللعبتين واضحين. ليه ما اتحسبتش ضربة جزاء؟ وليه الاتنين لاين زمان وحكم الساحة وحكام الفار الخمسة اجمعوا اللي هي مش ضربة جزاء؟ ممكن تشرح لنا يا كابتن وجيه؟ قال لهم انا هشرح لكم اللعبة اثناء تسديد لاعب سيراميكا كليوباترا للكورة، طبيعي جدا ان ياسين مرعي المدافع بيمد رجله في اتجاه الكورة علشان يمنع مرور الكورة للمرمى. الكورة هنا اثناء التسديد اصطدمت في رجل بن رمضان للارض، غيرت اتجاهها راحت للايد الخلفية لياسين مرعي. يعني عنصر التعمد مش موجود، الراجل مش قاصد اللي هو يمد ايده للكورة، وخاصة اللي الكورة كمان في القانون راجعة من زميله ما بتتحسبش ضربة جزاء. دي بالنسبة للعبة الأولى. اللعبة الثانية لما سألوه طيب اللعبة الثانية اللي هي جت في إيد كوكا هل دي تتحسب ضربة جزاء؟ قال لهم برضه ما تتحسبش ضربة جزاء لأن الكرة اصطدمت في قدم كوكا الأول لإيديه، والقانون هنا واضح بيقول الكرة لما تتصدم في رجل اللاعب أو في جسم اللاعب لإيديه ما بتتحسبش ضربة جزاء. والألعاب دي أو الكور اللي زي دي جت على نادي الزمالك كتير وما اتحسبتش ضربة جزاء. والله العظيم ما اتحسبت لان هي مش ضربه جزاء. زي السنه اللي فاتت كده لما الونش لعب الكره بايديه بس كانت راجعه من زميله، عمرها ما تتحسب ضربه جزاء. في واحد زملكاوي فقيق بقى يطلع يقول لي ايه بس الكره هنا مش اتجاه المرمى. يا عم هي ملهاش دعوه، القانون ما بيتجزأش. منطقه الجزاء دي كلها دي منطقه حمايه، اي حاجه بيحصل فيها بالنسبه للمسات اليد او ليه قانون معين ملوش دعوه الاتجاه ايه. يعني مثلا امبارح كان في طرد مباشر لحسين السيد، ما اتحسبش طرد مباشر، ما اعرفش ليه. يقول لك اصل هو واخد الكوره وما كانش اتجاهه للمرمى. ما هو لو عدى هينفرد بالمرمى وهو شده من الفانيلا، ازاي ياخد انذار بس؟ ما هو كان هيبقى هو وبسام. فاحنا يا جماعه مش خبراء في التحكيم عشان خاطر نطلع الجدل الكبير اللي شغال من امبارح ده. احنا مش خبراء تحكيم. انا عايز اقول لك حاجه بقى وازيدك من الشعر بيت، ان اوسكار رئيس لجنه الحكام اشاد بالبنا. اقسم بالله العظيم زي ما بكلمك رئيس لجنه الحكام اشاد بالبنا اللي اللعبه دي ما حسبهاش ضربه جزاء. ايه رايك بقى؟ ممكن بقى يعني نسيب كل واحد يقوم بشغله ويقوم بدوره، نتقابل مع بعض بقى ايه يوم الاحد. ده احنا يوم الاحد على كده، والله العظيم ده احنا عايزين دار الافتاء، ربنا يستر. والمباراه ديت لو ما اتلعبتش بحكام اجانب الماتش ده هيبوظ، وافتكر كلامي. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي وابعتها له عشان ايه معموله له. سلام.